عارف الحب الغلط، قلبي محجر غلط. ده شنو ده يا شباب؟ بوم انفجار يا اخ. انا كنت بتكلم عن الراب السوداني، لما دخلت الراب السوداني دخلت باوسع ابوابه. لما اتكلمت عن الراب السوداني اتكلمت عن اعظم شخصيه في تاريخ السين السوداني 249 توب يا اخ. خش علينا بالانترو عشان انا اوريكم الشغل الحقيقي. طيب يا جماعه، في ناس كثيره من 2022 لحد الان بيتكلموا لي عن الراب السوداني بصفه زول واحد بس، حليم تاج السر. زول بيقول سامحيني يمه بكره الجروح بتتلمه ويايا وزار عرف الحب الغلط، قلبي محجر غلط. عمري ده شنو ده يا شباب؟ انتوا وين نسيتوا ريمي الهندي؟ نسيتوا عصام ساتي؟ نسيتوا جي اكس؟ نسيتوا العظماء اللي بيتكلموا في الراب السوداني؟ جيتوا ركزتوا ليه على صاحبي ده؟ اقسم بالله يا جماعه الناس تركز. السين السوداني السين السوداني يا جماعه فلو. يا جماعه الزول لازم يكون يختار الفلو الحلو، الفلو اللي بيمتع الجمهور. شوف سولجا وياقو، يا سلام والله. لما اتكلم عن سولجا وياقو اقسم بالله هنا بقيف، لانه ندل بكل بوم مفكرين الراب السوداني، بوم مطلعين ميتين البيت السوداني، بوم عاملين تنويع، بوم مفكرينها يا جماعه. ياقنا الاول شدقن فوق راسي زول بتجنن، اجازه قفل رن قاطع التكت للندن. ده رجال ما بتتحداني، وامبارح جبنا سيم مفخان، اخوك سارح زي نزار قباني البيت لندن الفلوج ثانيه. انسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه عشان عددنا يكون يزيد كل مره. الحاجه الثانيه داير انبهكم بانه احنا حنعمل تحليلات للتراكات، وحنعمل تقييم للرابرز وتقييم للسين السوداني، ومقارنه الراب السوداني والسين السوداني مع السين العربي، وخصوصا السين المصري يا جماعه. وبوم نحن حنفجر السين السوداني. كامل التحيه، كامل الاحترام، كامل التقدير لكل الناس، كامل الاحترام لكل الرابر، تقدير لكل رابر في اي مكان وفي اي زمان. لا تنسوا الاشتراك في القناه يا جماعه وتفعيل الجرس يا جماعه عشان يوصلكم كل جديد. وخليكم قراب معاكم على الدين عثمان.